انا عايز اقول لكم على حاجه يا جدعان، ما تضحكوش بجد، ما تضحكوش. ها، الزمالك. لا العظيم. والله العظيم ثلاثة. يعني لو الحركة دي تضايقكم أنا هعملها على طول، هعملها على طول. الزمالك اتعادل مع المقاولين، وعايز أقول لكم إن أنا ليا جمايل جامدة جدا من عيلة آل علاء، إذا كان محمود علاء في القضية ممكن والأسيست اللي عامله للقفشة، وإذا كان أحمد علاء عمله النهارده، لو كمان الظالم حب يضايقهم أكتر، فبعد الجون راح عمل علامة النصر. ايه اللي حصل؟ راح طلع على اون محمود علاء كلمه قال له يا ابني ما ينفعش كده، انت لازم تعتذر لجمهور الزمالك والجو ده. راح طلع على اون سبورت احمد علاء واعتذر عشان خاطر الفتنه والكلام ده. ماشي مفيش مشكله. طب خالد قمر واحمد علي لما كانوا بيعملوا القوس والسهم وكده ما كانش دي فتنه؟ ما طلعوش يعتذروا؟ ما علينا، مش هندقق في الحاجات دي، اصل انا بركز في حاجات كده معلش. في بقى حته ثانيه، بكاء مدرب الزمالك بعد جون اوباما اللي هو بتاع الزمالك في المقاولين العرب، مش في مانشستر سيتي ولا في ليفربول، ده في المقاولين العرب. بكى عشان جون في المقاولين. يعني العقليه دي بتاعت مدرب الزمالك هي دي العقليه اللي النادي بتاعه عايز يساوي نفسه بالاهلي، عايز ياخد نفس الحق بتاع حقوق البث، وعايز ياخد نفس الاعلانات ونفس كل حاجه. طب ازاي اصلا اذا كان المدرب بتاعك اصلا فرح ده بيعيط عشان جاب جون في مقاولين؟ انت بتقارن نفسك بيا؟ بصوا، موضوع شيكابالا وانه ينزل والنتيجه تتغير لعكس الزمالك دي، انا عايز اقول لكم انها في الاول كانت ايه يعني، كنا بناخدها كده يعني ايه، بنقعد نهزر. الموضوع بقى جد يا جدعان. انا قاعد بتفرج على الماتش، انا اول ما لقيته على الخط والدقيقه 65 والزمالك فايز 1-0، انا قلت قشطه شكرا كده الزمالك هيتعادل. الموضوع بقى بجد على فكره، بقى بجد. يعني الموضوع فعلا بقى كان هزار وقلب بجد. يعني هو بقى حرفيا بقى وش السعد الاهلاويه. الف شكر يا شيكابالا. اول مره اشوف حكم يكون عنده ضميره عالي كده. قال الفار الحكم امين عمر بصراحه، امين امين امين، وضميره عالمي عالمي عالمي. طلع وقال ايه، لا انا مش مقتنع بالكره دي، الكره ثلاث ارباعها بره الخط، وانا مش مقتنع يعني عايزين يعملوا ايه ضربه جزاء باي طريقه. عايز اقول لكم ان دي خطوه ممتازه جدا جدا جدا، ان بعد كده مفيش اي حكم هيقدر يعمل اي حاجه سكيميكي. عايز اقول انا بحب كده، انا عايز حقي والزمالك ياخد حقه، واي منافس ليا كأنا كاهلاوي اي منافس ليا ياخد حقه كده، انا هاخد المركز الاول مستريح. لكن شغل السكيميكي ده ما ينفعش يعني. لا وايه بقى، الزمالك دلوقتي في المركز التاسع، بكره اصلا ممكن يوصل لمركز 15. يعني حاجه بص كوميديا. هنتكلم بقى في ماتش الاهلي امبارح. الاهلي لعب حلو. الاهلي عايز اقول لكم ان مستواه بيعلى من المباراه للثانيه. حته اللي احنا في بدايه الموسم دي لازم تاخدوا بالكم منها. اللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله. انا عايز اقول لكم ان احنا بقينا عندنا سكواد تاني. مطمنوا على الفريق الاهلي، حرفيا انت معاك سكواد دلوقتي تاكل اي حد، وممكن تعمل حاجه في كاس العالم للانديه، دي حاجه اكيده. عندي بس تعليق على 2 لعيبه. كهربا مش ماشي معاك، واحنا هندعمك، وانت كنت نجم الشباك السنين اللي فاتت دي كلها وهندعمك. بس حته اللي انت، انا برضو مش هينفع يعني يعني مش هينفع، يعني ما ينفعش ان انا انقذه. ليه بقى؟ هو اصلا مش المركز بتاعه اللي هو راس حربه، هو جناح. بس برضو يعني الجون فاضي، يعني انت مش ماشيه معاك خالص. وكنت خايف جدا ان هو يبقى في التغيير يطلع يعمل حركه كده او كده، بس الصراحه الراجل طلع بطريقه بروفيشنال ما اتكلمش. بس احنا بندعمك، انا عايزك تركز، انا عايزك تركز قبل ما الكوره تبند على الارض، سيبها تهدى على الارض وشوط. الدنيا فاضيه، مش تستعجل. السربعه بتاعتك دي بتضيع الكوره بره الخط، انت الجون فاضي. اول ما الكوره جات له بيشوط على طول، ما تستنى تهدى على الارض وشوط يا باشا براحتك خالص. عايزك يعني تبقى هادي. محمد هاني، بص يا محمد، يعني احنا عدينا مرحله اللي انت ناشئ والجو ده، وانت صراحه بقيت في الدفاع بتدافع وبترجع وتغطي ورجوله وبتعمل تاكلينج وكل حاجه تمام، انا مفيش اي مشكله. محمد هاني ابوس ايدك، رفعات. انا عندي يا جدعان عقده نفسيه من ايام احمد فتحي. يعني الرفعات اللي بتروح الناحيه الثانيه دي يا جدعان حرام عليكم. يعني الموضوع مش يستاهل. يعني انا لو جيت رفعت هرفع قدام الجون. يعني الموضوع مش مستاهل. ليه الكوره بتروح الناحيه الثانيه وجايبين لك دلوقتي مهاجم عالمي وطويل واطول واحد، هيكون اطول واحد في الفرقتين، ارفع له على راسه. يعني الموضوع مش صعب يا جدعان. الاوفر يا جماعه، الاوفر. يعني محمد هاني بعد اذنك لو سمحت ركز في الاوفر. الدنيا سهله يعني. يلا مسا مسا على المقاولين يا جدعان، المقاولين دول حبايبنا. سلام.